سافر الهلال للإمارات لملاقاة العين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، مباراة دخلها الهلال بشعار الانتقام دون سواه بعدما انتهك العين شرفه السنة الماضية التي سجلت فوز الإماراتيين باللقب. في الدقيقة السادسة يلسع سفيان رحيمي الهلال أولا لسعات، لكن قانون اللعب يلغي الهدف لوجود تسلل قبل أن يعكر لودي مزاج الإماراتيين بتسديدة سكنت أين يتواجد إبليس. السلطان سفيان رحيمي بلمسة واحدة كانت كافية لإعادة الأمور إلى نصابها. إن الأسود لا يتركون ساحة المعركة دون مشاركة في أطوارها. القادم من برشلونة جواو كانسيلو يرسل عرضية بالملي، والمنبري لها سافيتش برأسية لم تخطئ مسارها إلى الشباك. إن المشاهد يتساءل ما دور المدافع إن كان سيتفرج على هذه الكرة كحال من يتفرج من شاشة التلفاز. حتى الحارس العيناوي يقرر الخروج تاركا عرينه مكشوفا بدون حراسة ليستغل المهاري الدوسري خروجه ويقلب أبو ظبي رأسا على عقب. إن مثل هذه الهفوات لا تمر على أمثال الدوسري دون عقاب ولا حساب، حتى ظن الجميع أن المباراة في طريقها إلى الحسم وأن العين في طريقه إلى السقوط. يفاجئ صنابريا دفاع الهلال ويحيي الآمال لزملائه، عرضية متقنة انتهت في شباك الهلال والفارق يتذيل إلى هدف. وبعد كل ومضة حياة للعيناويين يعود السفاح سالم لقطع ثنائي الأكسجين عليهم من كانسيلو لسالم ومن سالم للشباك، والنتيجة 4 أهداف لهدفين. المغربي سفيان رحيمي يستحضر سيناريو العام الماضي ويقرر بلسان الحال لا بالمقال: حتى لو كتبت لكم 3 نقاط لن تحصلوا عليها ونحن صاغرون. الهزيمة بشرف خير من فضيحة أمام الأنصار. ويبدو أن المباراة تحولت من فريق ضد فريق إلى لاعب ضد لاعب، فسفيان رحيمي يحيي الآمال وسالم الدوسري يعيد دفنها. الدوسري مصر على تحقيق شعار المقابلة: الانتقام دون سواه. هدف عالمي ذكرنا بهدفه الأسطوري ضد الأرجنتين بالدوحة 22. الأسد الأطلسي يسقط مدافع الهلال في المحظور: لوحدي أحاربكم كما حاربت لإخراجكم من السباق الموسم الماضي. سفيان رحيمي يكمل مهرجان الأهداف بهاتريك في شباك الهلال، بينما استطاع الزعيم السعودي بنجومه العالميين تحقيق النقاط ال3 بكل أحقية واستحقاق. لتنتهي مباراة استمتعنا بكل تفاصيلها وكأنها قمة قادمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز. المرجو الاشتراك في القناة وشكرا.